Hello everyone, welcome to Active Teacher. حلقة النهاردة مختلفة جدا. هي مش منهج ومش حاجة تخص المناهج خالص. هي طبعا بمناسبة شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. هو الحقيقة اللي خلاني يعني أقرر أعمل الحلقة دي إن أنا سألت الولاد عندي يعني إيه فانوس. لقيتهم محدش خالص من الأطفال عارف يعني إيه فانوس. والحقيقة وأنا طفلة برضه ما كنتش أعرف يعني إيه فانوس إنجلش. فقررت ان احنا نعمل الفيديو ده علشان الامهات والولاد يبقوا عارفين يعني ايه على الاقل كلمه فانوس ان انجلش. كل سنه وانتم طيبين. وهنتكلم النهارده عن اول حاجه بخصوص شهر رمضان وهي الفانوس. يعني ايه فانوس بالانجلش؟ هي يعني lantern. again فانوس يعني lantern. I have a big lantern. I have a big lantern. It's my lantern. It's my lantern. It's Ramadan lantern. It's Ramadan lantern. يبقى أول حاجة هنعرفها في حلقة النهاردة هي يعني إيه فانوس بالإنجلش، وده من حق أي طفل صغير إنه يكون عارف يعني إيه فانوس بالإنجلش. فكلمة فانوس يعني lantern. ودي أكبر حاجة أو أكتر حاجة بنشوفها في شهر رمضان lantern. وأكتر حاجة مهمة جدا للولاد الصغيرين lantern. أوكي؟ بعد lantern هنتكلم عن هو بيحصل ايه في شهر رمضان. حاجه اسمها صيام. Muslims fast. هي كلمه صيام يعني fasting. يعني ايه برضو fasting؟ كلمه fasting يعني to refrain from، نمتنع عن refrain from eating, drinking, smoking and doing immoral acts. يعني نمتنع عن الاكل والشرب والتدخين وان احنا نعمل افعال مش كويسه. مره كمان يعني ايه كلمه fasting؟ يعني to refrain from، نمتنع عن refrain from eating, drinking, smoking and doing immoral acts. اوكي، الفاستنج ده بيبدا من فين لفين؟ طبعا احنا عارفين ان الفاستنج بيبدا من الفجر وحتى المغرب. هنقول الحاجات دي ازاي بالانجلش. كلمه الفجر او بدايه الصيام بتاعنا ليه معنيين. اسمها الفجر يعني dawn او sunrise اللي هو شروق الشمس، من قبل ما الشمس تشرق وبنبدا نصوم من وقت الفجر. dawn او sunrise، الكلمتين صح. يبقى Muslims start fasting from dawn او sunrise. Muslims start fasting at dawn. طيب بنفضل صايمين من الدون لحد المغرب. المغرب يعني dusk أو sunset. يبقى Muslims break their fast at dusk. يعني ايه break their fast؟ يعني بيكسروا الصيام بتاعهم، مش بيكسروه كده، لا يعني خلاص بيبقى الفطار خلص، الصيام بتاعنا خلص وبنبدا الفاست بتاعنا اللي هو الفطور. فبنكسر البريك فاست بتاعنا، بنكسر الفطار بتاعنا في داسك او سانسيت. اوكي، يبقى احنا كده قلنا يعني ايه لانترن، طبعا اللي هو الفانوس لانترن. اتكلمنا عن الفاستنج بيبدا من فين لفين، وقلنا يعني ايه اصلا فاستنج اللي هي to refrain from eating, drinking, smoking and doing immoral acts. اوكي، have blessed رمضان. لو انا عايزه اهني حد في شهر رمضان طبعا بقول له رمضان كريم، وكمان ممكن اقول له have blessed رمضان. طيب بنشوف الولاد الصغيرين بيشوفوا ابهاتهم بيروحوا يصلوا في المسجد او الجامع اسمه ماسك. وهنا ما بقولش ماسكيو، لا بقول ماسك. يبقى ماسك مسلمز بيروحوا يصلوا في الماسك. طيب يعني ايه صلاة؟ يعني pray. اوكي، وبكده نكون اتكلمنا عن شوية مصطلحات تخص شهر رمضان. Thank you so much and have blessed Ramadan. Goodbye.